سيادنا السلام عليكم، كيف راكم؟ مزيان؟ نسمعوا لوزير الحكومه شنو قال. وما غاديش يتسنى حتى يكون مريض عاد يقول انا غادي نساهم، سي ترو طار. النوش يوجه رساله للمغاربه وخاصه الفئه المستضعفه والفقيره التي كانت تملك رميد واستبدلت بلامو، حيث قال اللي مازال ما خلص خاصو يخلص قبل ما تمرض، اما لا مرضتي بلا ما تجي تخلص حيت سي ترو طار. كيف قال خاصكم تسجلوا، مع العلم بانه قالوا الناس ديال الرميد غادي يتسجلوا بطريقه مباشره في لامو، وكما يؤكد اللي تسجل خاصو يخلص، بمعنى اللي ما قدو فيل زادوه فيله. اذا كان المواطن المغربي المقهور يساهم بتلك الاموال الرمزيه بشكل شهري من اجل توفير العلاج له والاخر، السؤال المطروح هنا ما هو دور الحكومه؟ أليس في برنامجكم الانتخابي كان من بين البنود توفير الصحة للجميع؟ كما نص الفصل 31 من الدستور على ما يلي: تعمل الدولة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة للمواطنات والمواطنين على قدم وساق في العلاج والعناية الصحية. يساهم لانه هذه يعني راه مساهمه وفيها واحد التضامن، وهذا الشيء خص الناس تفهم. كيفاش الناس من الرميد المجاني الى لامو بمساهمه ماليه؟ الناس اصلا ما كتستافدش من الرميد، كيعطيوهم عامين ديال الرونديفو، ودابا لامو خاصهم يخلصوا كل شهر، هو ما عنده حتى باش يشري المواد الاساسيه للعيش. اللي مريض راه كيخلص عليه شي واحد اخر اللي صحيح، باش هذاك اللي غادي يولي اللي صحيح وغادي يولي مريض شي نهار لا قدر الله، راه حتى هو غادي يعاود يخلص عليه هذاك اللي تشافى ولا مريض ولا صحيح. دونك هذا هو اللي ولات الشعريه فيها العافيه. اما كما كتقول المواطن خصو يخلص على المواطن، وين دوركم ودور الحكومه اللي صوت عليها الشعب المغربي وقهرتونا باسطوانه تستاهل ما احسن؟ ومواجبكم توفير الصحه للمواطنين. المواطن المغربي الا بغيتي يساهم وفر ليه وخلق مناصب الشغل مع رفع الاجور، ماشي داير ليه تقشف في الاجور وتقول له ساهم من جيبك. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمتم سالمين ودامت لكم الصحه والعافيه. ما تنساوش ديروا جيم وتعليق وتبارطاجيو لتعم الفائده. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.